السلام عليكم. لاعب يتصاعد من الناشئين وتاني سنة ياخد أحسن لاعب في مصر، يبقى ده لاعب استثنائي. إنه السيد عبد الحفيظ. بص بقى مهارات، تلاقي شوط كان بيشوط دنات، تلاقيه صانع لعب، يعمل اوفرات في اماكن كتيره في الملعب، لعب خط وسط وجناح وهاف يمين وباك، كل الاماكن دي تقريبا. كابتن سيد عبد الحفيظ اتصعد في 96، واول ماتش لعبه كان الكاس مع الاتحاد في 97، ومن اللحظه دي كان ميلاد نجم كبير قوي، ومن يومها اساسي. لاعب عنده شخصيه، بيعمل اختراق طولي رهيب، وبيشوط من اي مكان وما بيخافش من النجوم اللي موجوده في الاهلي. بالعكس كانوا هم بيعتمدوا عليه انه يخلص ماتشات. بطوله افريقيا 2001 الكل بيفتكر بيبو، لكن في الحقيقه سيد عبد الحفيظ اللي كان راجع من اصابه كبيره له فضل كبير في هدف الترجي التاريخي، وبعدها هدف صن داونز في النهائي هناك بعد أزمة الباك اليمين. جوزيه استعان بيه في المركز ده ولعب وأجاد. كابتن سيد عبد الحفيظ اعتزل صغير، والسبب كانت الإصابات الكبيرة اللي حرمتنا من متعة كبيرة. كابتن سيد لعب 9 سنين في الأهلي، حوالي 5 دوري و2 كاس مصر و2 دوري أبطال و2 نخبة عربية وكاس سوبر أفريقي. إنه السيد عبد الحفيظ. ربنا يديك الصحة يا كابتن سيد، ونشوفك في أحسن حال، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، وإن شاء الله نشوفك في بيتك من تاني النادي الأهلي. عاش النادي الأهلي، أهلاوي أنا، والفخر ليا، وهفضل أشجع النادي الأهلي لآخر نفس فيا. سلام عليكم.